عاشق روض الجنان، أنا عاشق حورا حسان، أنا عاشق ذاك السجود يقودني نحو الأمان. في مقلتي أمل يلفني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا قد عرفنا مشاعر الناس في لحظات الانتظار في يوم القيامة، وكيف هي مشاعر المسلمين والمؤمنين والطائعين والمتقين وهم ينتظرون أن يفصل الله جل وعلا بين الناس وأن يقضي حتى يدخلوا الجنة، فيفتح لهم الأبواب ويدخلوا إلى تلك الدار التي طالما انتظروها سنوات، تعبوا وبذلوا وعانوا حتى يصلوا إلى هذه الجنة. ونحن الليلة نتحدث عن أبواب هذه الجنة وأصحاب هذه الأبواب، فكل باب له أصحاب وكل باب له أهله. فدعونا نقف مع أبواب هذه الجنة العظيمة وأهلها. إن من أبواب هذه الجنة باب يسمى باب الصلاة، وهذا الباب إنما يدخل منه الذين امتازوا واختصهم الله جل وعلا بحرصهم الشديد على الصلاة، فكان لهم شأن عظيم مع فريضة الصلاة. أما أي مصلي، أي إنسان يؤدي الصلاة على عواهلها، يعني يؤديها كيفما جاءت، بخشوع أو بغير خشوع، مرتاح أو غير مرتاح، تعبان أو ليس تعبان، لا، هذا الباب لا يدخل منه إلا الخاشعون، ولا يلجه إلا الصادقون المخلصون. ولذلك يقول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا محددا موقتا، لا يمكن أن يتجاوزه الإنسان ولا أن يتعداه إلى غيره. بل تأمل أجمل من هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. هذه أشياء محبوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى كثير من الناس، لكن ما الذي يمتاز ويختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا تستقر عينه ولا يسكن نفسه ولا يهدأ ضميره ولا يرتاح ولا يطمئن إلا إلى الصلاة. فاسجد لربك واقترب أيها المسلم، اسجدي لربك واقتربي أيتها المسلمة. اعلموا أن السجود هو أقرب ما يكون العبد فيه من الله سبحانه وتعالى، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فتأمل إن أشد لحظات الذل والانكسار هي لحظات السجود والخضوع لله جل وعلا، لكنها أجمل اللحظات وأسعد اللحظات عند المصلين. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا الرسول العظيم، هذا النبي الكريم، تقول عنه أمنا عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، بمجرد أن يسمع الأذان هذا الله جل وعلا يناديني، الله سبحانه وتعالى يدعوني، إذا يجب أن ألبي، يجب أن أنطلق، أنهض من فراشي، أرفع البطانية عن بدني، أبعد الكساء عن قدمي، أنطلق لأتوضأ، حتى في شدة البرد، حتى في شدة الحر، حتى في شدة الألم، لأن الله جل وعلا هو الذي يناديني. يقول برد مولى سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه، يقول: ما رأى سعيد بن المسيب قفا أحد منذ 40 سنة. سعيد بن المسيب لم ينظر إلى قفا أحد، يعني لم يصلي سعيد في الصف الثاني منذ 40 سنة. يعني فين سعيد بن المسيب؟ يعني في الروضة، يعني في الصف الأول، يعني خلف الإمام مباشرة. فتأمل أيها المسلم هذا،
وتأمل أيتها المسلمة هذا، واعلموا أن باب الصلاة لا يلج منه ولا يدخل إلا الصادقون الخاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعين، والذين هم على صلواتهم يحافظون، هؤلاء هم الذين يدخلون من باب الصلاة. من أبواب الجنة أيضا باب الصدقة. باب الصدقة هذا الباب الذي لا يلج منه إلا الذين امتازوا بالصدق، إلا الذين اصطفاهم الله جل وعلا واختصهم بعبادة الصدقة. فهؤلاء الذين يخرجون حب المال من قلوبهم ويخرجون حب الدنيا وشهواتها من قلوبهم ويقولون يا رب إن أقل شيء في قلوبنا هو المال، لذلك نحن ننفقه، لذلك نحن نخرجه، لذلك نحن نتصدق به. هؤلاء يدخلون في يوم القيامة إلى الجنة من باب الصدقة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يا الله، هذا للمتصدق يستظل في يوم القيامة بظل الله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله. ينادى في يوم القيامة: أين المتصدقون؟ أين المتصدقون؟ ويأتي الناس من كل مكان يجتمعون حتى يقفوا على باب الصدقة. فمن كان صادقا في صدقته، من كان مخلصا لله جل وعلا في صدقته، قيل له ادخل من باب الصدق، قيل له ادخل من باب الصدقة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحدكم إذا تصدق تقبل الله جل وعلا صدقته بيمينه. يأخذ الله جل وعلا هذه الصدقة ويتقبلها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة، يعني ينميها الله جل وعلا ويثمرها ويكبرها كما يربي أحدنا البهائم التي عنده، كما يربي أحدكم فلوه، حتى تأتي يوم القيامة وإنها كجبال تهامة. الله أكبر. الصدقة تأتي في يوم القيامة كأنها جبال تهامة. بالله عليك أيها التاجر يا من تسمعني الآن، بالله عليك أيها الثري أيها الغني يا من تسمعني الآن، ألا يحرك هذا الحديث قلبك؟ ألا يدفعك أن تقول يا ربي أنا عندي مليون، مليونين، 4 ملايين، عندي مليار، أنا يا ربي أعاهدك أن أخرج منها ما استطعت في سبيلك حتى ترضى عني صدقة وحسبة لك، حتى أدخل في يوم القيامة الجنة من باب الصدقة، حتى ألج إلى الجنة من باب الصدقة. تأمل أيها الإنسان هذا النص العجيب، وتأمل هذه الأفضال الكبيرة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين إذا كانوا من المتصدقين. يقول الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. أنفق في سبيل الله، أنفق أيها المسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان قائمان، يقول أحدهم: اللهم أعط ممسكا تلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط منفقا خلفا. اللهم أعطي منفقا خلفا، يخلف الله جل وعلا عليك مهما أنفقت ومهما قدمت، فإن هذا هو الذي يبقى لك عند الله سبحانه وتعالى. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، واسمعوا هذه الطرفة الجميلة، يقول: كنت أتسابق أنا وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فدعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا كان عندي، فجئت بنصف مالي، وجاء أبو بكر بماله كله. قال: فقلت في نفسي اليوم أسبق أبا بكر، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا عمر بماذا أبقيت لأهلك أو ماذا أبقيت لأهلك؟ فقلت: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. قال: فقال رسول الله لأبي بكر: ماذا أبقيت يا أبا بكر لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. لم يبق شيء، البيت فاضي، لأن كل ما يطمح إليه وما يسعى إليه أبو بكر أن يدخل من باب الصدقة. وسيأتي معنا أن أبا بكر أحد الذين يدعون وينادى عليهم من أبواب الجنة 8، نسأل الله أن نكون منهم. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف، والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. من أبواب الجنة باب الجهاد. المجاهدون الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الله يدعون في يوم القيامة: هلموا أيها المجاهدون، هلموا أيها الشهداء، فيدخلون من باب الجهاد. يقول الله سبحانه وتعالى، وتأملوا واستمعوا إلى هذه الآيات العجيبة، يقول الله جل وعلا:
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، تعالوا قاتلوا في سبيل الله، تعالوا يا جماعة تقتلوا في سبيل الله تدخلوا الجنة، تعالوا تكونوا من الشهداء. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، تباطأتم وقعدتم وقلتم حبستنا أموالنا وأهلنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا، والله عندي التجارة الفلانية وعندي المزرعة الفلانية. ينادى عليك للقتال في سبيل الله جل وعلا، ستدعى في يوم القيامة من باب الجهاد، فلماذا تتباطأ؟ ولماذا تتكاسل؟ ولماذا تتأخر؟ اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. إذا كان عندكم الميزان في عقولكم أن الدنيا أفضل من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. إذا امتنعتم عن الجهاد وتباطأتم عن الغزو وتركتم بلاد المسلمين تستباح وتركتم مقدسات المسلمين تدنس، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، يأتي أقوام آخرون ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: كنا إذا ذكرنا يوم أحد نذكر طلحة. كنا إذا ذكرنا يوم أحد نذكر طلحة. طيب ليه يا أبا بكر؟ يعني أنتم كنتم في أحد مع رسول الله، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، وصلى الله وسلم على رسوله والصحابة جميعا، لماذا طلحة؟ قال: كنا نقول ذلك يوم كله لطلحة، ذلك يوم كله لطلحة، وذلك لأنني كنت أول من فاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أول من وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رجلا يدافع ويذود بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا هو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، وإذا فيه 70 ضربة، وإذا فيه 70 ضربة، فاقترب منه كافر من المشركين ليضرب رسول الله، فاتقى السيف بيده فأصبحت يده شلاء. فلذلك أنزل الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. شلت يد طلحة وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا طلحة هنيئا لك، هنيئا لكل مجاهد في سبيل الله، هنيئا لكل مقاتل يريد إعلاء كلمة الله، لأنه سيدعى في يوم القيامة من باب الجهاد. سأحدثكم عن بقية أبواب الجنة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. سكوني مثلها وارقي إلى أفق البيان، ولتحملي هدفا يقول بعزة أهوى الجنان، عاشق روض الجنان. برعاية كرواسون فور كيدز، الشركة العربية للصناعة الغذائية، لبنان البقاع. هاتف 961 37 44 114. فاكس 961 86 31 046. للحصول على توكيل الشركة في الدول العربية الاتصال على الأرقام الظاهرة. The sponsor of this program is 4Kids. الآن الإصدارات الصوتية للشيخ محمد الصاوي، كاسة VCD. عائد رسالة لمن يريدون البكاء، لمن يبحثون عن رقة القلوب. عائد يا رب خذني إلى شاطئ الرحمات. الله، وقعت كلماتها على قلبي كالصاعق. قلت مستحيل. قالت وأنا أيضا مستحيل أن أرافقك بعد هذه الليلة. بدأ الشيطان يضحك علي، كان يقول: قل موافق. بكيت بدون شعور، كانت دموع الإيمان تهرب من عيني. سليمان يدخل عليه في عمله أمام زملائه وهو يحمل الشهادة الإعدادية، المركز الثاني بتقدير ممتاز. يا الله، ما أحقر هذه الدنيا. لدى شركة الإبداع للإعلام بالقاهرة، هاتف رقم 014 31 98
808. أنه بمجرد دخول شهر رمضان المبارك إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق تصفد الشياطين والمردة، وانعصمه الله تعالى بالعلم النافع والعمل الصالح، فما يقدر الشيطان عليه، بل ليفوز بالأجر والحسنات. فما أفلحت وما ربحت إن لم تغتنم ما تيسر لك من سبل الخير والمغفرة في رمضان. يقوم في هذا المسجد ويعتكف في هذا المسجد لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. إنما الواصل إذا قطعت رحمه وصلها، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق. واثق بالعفو يا ربي وأدري. أعز النبي وأصحابه فما المرء إلا مع الصاحب، أيرجو الشفاعة من سبهم بل المثل السوء للضرب. أعز النبي وأصحابه فما المرء إلا مع الصاحب، أيرجو الشفاعة من سبهم بل المثل السوء للضرب. ألا تنظرون لرشد معي ألا تهتدون إلى الله بي، يرى الله سري إذا لم تروا فلم تحكمون على غيبي. نعم قبح الشتم من مذهب وشتمة القوم من ذهب، له في المكارم قلب جبان وفي الشبهات يد الخطب، وفي الشبهات يد الخطب، وفي الشبهات يد الخاطب. تكوني مثله وارقي إلى أفق البيان، ولتحملي هدفا يقول بعزة أهوى. بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا لكم أيها الأخوة والأخوات بعد هذا الفاصل. وقبل ما أبدأ يا جماعة وأرجع لأبواب الجنة، يعني نبهني أحد الإخوة الحضور جزاه الله خيرا أنني عندما تحدثت عن الله سبحانه وتعالى وهو يأخذ بيمينه يتقبل بيمينه الصدقة أشرت بيدي، وهذا لا شك خطأ مني، أسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لي، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الإشارة والتشبيه، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نرجع يا شباب مرة أخرى، نرجع يا إخواني وأخواتي إلى أبواب الجنة، وذكرنا من أبوابها باب الصلاة وباب الصدقة وباب الجهاد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما وددت أني تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، ولوددت أن أغزو فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف الناس قدر الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، حتى يعرف الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى أن يموت شهيدا، مع أنه مات خير ميتة، مات في حجر أمنا عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمع بقلبه أن يكون من الشهداء، يطمع بقلبه أن يكون من الشهداء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. يعني الدنيا فيها سيارات، عمارات، قصور، بنوك، أو أودية، أنهار، ثمار، زوجات، أولاد وبنات، كل شيء في الدنيا غدوة، غدوة واحدة، حتى يعلم المجاهد قدر النعمة التي هو فيها. غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ولا موضع صوت أحدكم في الجنة، موضع وضع العصا في الجنة عند الإنسان خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر، أي فضل، أي نعيم، أي سرور ينال هؤلاء المجاهدون عندما ينادى عليهم في يوم القيامة من باب الجهاد. من أبواب الجنة الثمانية باب الصيام، وهذا الباب لا يسمى باب الصيام وإنما يسمى باب الريان. لماذا؟ لماذا؟ يقول بعض البلغاء وبعض العلماء الذين لهم نكت ولطائف حول التسمية، يقول إنه سمي ريان من الري والارتواء، وذلك لأنهم يظمؤون أنفسهم، بيصوموا بيتعبوا بيعطشوا وعاوزين يرتووا، بس مش في الدنيا، هم عاوزين يرتموا في الآخرة.
من الأنهار التي بين الله سبحانه وتعالى أن فيها ماء غير آسن، ولبن لا يتغير طعمه، وخمر لذة للشاربين، وعسل مصفى، لذلك هم يريدون الارتواء، فسمى الله جل وعلا الباب الذي يدخلون منه باب الريان. يا رب نكون وإخواننا وأخواتنا من أهل هذا الصوم حتى ندخل من باب الريان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله، يوما واحدا، اسمع يا مسلم واسمع يا مسلمة حتى نعرف الأجر العظيم الذي سنناله، باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، 70 خريفا يباعد الله جل وعلا بين هذا الصائم وبين النار يوما واحدا. الذين يصومون شهر رمضان كامل، الذين يصومون في كل أسبوع اثنين وخميس، الذين يصومون 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر، يباعد الله جل وعلا بينهم وبين النار بعدد ما صاموا من الأيام. أي فضل وأي خير! بل أجمل من هذا الحديث القدسي الذي يقول الله عز وجل فيه، يقول الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له، كل أعمالك لك إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم سبحان الله فإنه لي وأنا أجزي به، يعني الله جل وعلا تكفل أن يعطيك جزاء الصوم. الله سبحانه وتعالى سيجازيك أعظم جزاء وأبلغ جزاء وأحسن جزاء على الصوم. يا من تبخل أن تصوم في رمضان وأن تحسن الصيام، يا من تجوع نفسك وتمنع نفسك من الطعام والشراب في رمضان، لكن لسانك لم يمتنع من الأذى والسب والشتم، لكن لسانك لم يمتنع من الغيبة والكذب، لكن يدك لم تمتنع من أخذ الرشوة، لكن عينك لم تمتنع من النظر إلى الحرام. بالله عليك كيف تريد أن تدخل من باب الريان؟ بالله عليك يا أختي كيف تريدي أن تدخلي من باب الريان وهذا حالك في الصيام؟ صيام أعرج، صيام مختل، صيام غير مستقيم. ينبغي أن نقف وقفة مع أنفسنا إذا كنا نريد أن ندخل من هذه الأبواب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي يرويه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: من أنفق زوجين من الأشياء في سبيل الله، من أنفق زوجين من الأشياء في سبيل الله دعي على أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي عليه من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة نودي عليه من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد نودي عليه من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام نودي عليه من باب الريان. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على أحد إن دعي من هذه الأبواب من أحد هذه الأبواب من ضرورة، فهل يمكن أن يدعى أحد منها كلها؟ هل يمكن أن ينادى أحد عليه من باب الصدقة تلاقيهم ينادوا عليه، وفي باب الصيام تنادي الملائكة عليه، وفي باب الجهاد تنادي الملائكة عليه، وفي باب الصلاة تنادي الملائكة عليه، هل على أحد أن يدعى عليها من ضرورة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم يا أبا بكر، إني لأرجو أن تكون ممن يدعى من هذه الأبواب 8 جميعا. فتأمل هذه النعمة العظيمة، وتأمل هذا الفضل الكبير الذي ناله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للجنة 8 أبواب، منها باب الريان لا يدخله إلا الصائمون، لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق دونهم. تأمل هذه الفضيلة العظيمة، باب خاص بالصوم فقط، بالصائمين، حتى يتبين للناس الذين يصومون رمضان ولا يحسنون في صيامهم أنهم محرومون من أبواب الجنة، بل محرومون من خير كثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذه الجنة العظيمة. طيب دعونا نقف وقفات مع الذين تناديهم الملائكة من أبواب الجنة 8، وذكرنا منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طيب في أحد آخر يمكن أن ينادى من أبواب الجنة 8؟ نعم، اسمعوا هذا الحديث العجيب: الذين يسبغون الوضوء. يا شباب يا فتيات، الذين يسبغون الوضوء ويحسنون الوضوء ينادى عليهم من أبواب الجنة 8. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ أو يبلغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. هل في عمل أيسر من العمل هذا؟ هل في عمل أسهل من عمل هذا؟ أتوضأ وأول ما أنتهي من وضوئي بعدما أسبغه وأبلغ الوضوء ولا أقصر في وضوئي ولا أترك شيئا من أعضائي لم يصل إليها الماء، أقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عندئذ تفتح أبواب الجنة 8 لذلك المتوضئ. لذلك يقول العلماء: إن من أوقات إجابة الدعاء عقب الوضوء، بعد أن تقول هذا الذكر
لأن أبواب الجنة تفتح لك، فأبواب السماء مفتوحة وأبواب الجنان مفتوحة، والله جل وعلا يستجيب دعائك. ارفع الدعاء حينها لله، قل يا رب كم من ذنب أذنبت أحتاج أن تغفره لي، قل يا رب كم من معصية مصر عليها أحتاج أن تتجاوز عنها، قل يا رب كم من كبيرة وقعت فيها أحتاج يا رب أن تغفرها لي، قل يا رب أنا أحتاج أن تقربني إليك وتدخلني الجنة فتكون من الذين يستجاب دعائهم، لأن أبواب الجنة الثمانية مفتحة لهم. أيضا يمكن أن ينادى على أناس آخرين من أبواب الجنة الثمانية. من هم؟ الذين يتوفى أولادهم وهم صغار فيصبرون. يا أمي، يا من توفي أولادك وهم صغار فصبرت واحتسبت. يا أبي، يا أخي، يا من توفي أولادك وهم صغار فصبرت واحتسبت. هل تعلم ما الثمرة؟ هل تعلم ما النعمة العظيمة التي تحصل عليها في يوم القيامة؟ اسمع ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوفى له 3 من الولد، ما من مسلم يتوفى له 3 من الولد لم يبلغ الحلم، أي لم يصلوا إلى مرحلة البلوغ، لم يبلغوا الحلم إلا تلقوه أولاده من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، إلا تلقوه أولاده من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يا الله، أليس هذا حسن عزاء لهؤلاء الآباء والأمهات الذين فقدوا أولادهم؟ أليس هذا حسن عزاء لهؤلاء الذين ابتلوا في أولادهم وبناتهم؟ يحدثني أحد الإخوة يقول قبل أيام حادث على الكورنيش عندنا في الإسكندرية مات فيه كل الأولاد، أسرة كاملة مات فيها كل الأولاد وبقي الأب والأم، بقي الأب والأم. يا فرحتهم ويا سعادتهم إذا كانوا قد اتصفوا بهذا الحديث، لم يبلغوا الحلم فإنهم يستقبلونهم من أبواب الجنة الثمانية، ينادون عليهم هلموا إلينا، تعالوا إلينا، فيستقبلهم أولادهم وبناتهم حتى يدخلونهم إلى الجنة. أيضا من الذين يدخلون الجنة من أبواب الجنة الثمانية أيها شاءوا المرأة الصالحة المسلمة العفيفة المطيعة لزوجها. يا الله، هذه والله بشارة أزفها في باقة من الورد والأزهار لكل امرأة مسلمة صالحة عفيفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. الله أكبر. إذا صامت المرأة شهرها وصلت 5 وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. فتأمل هذه النعمة العظيمة، وتأمل هذه الخيرات الكبيرة التي يهبها الله جل وعلا ويعطيها لهؤلاء الذين ابتلوا بمثل هذه البلايا فصبروا، أو الذين اتصفوا بمثل هذه الصفات فأحسنوا، أو الذين حرصوا أن يكونوا يدخلون من هذه الأبواب الثمانية كما حرص أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فينادى عليهم من أبواب الجنة الثمانية. عرفنا دلوقتي يا جماعة قد إيه النعمة عظيمة على أهل الجنة عندما ينادى عليهم من أبوابها الثمانية. عرفنا الآن قد إيه الناس محرومة الذين قصروا في صلاتهم، وقد إيه الناس محرومة الذين قصروا في جهاد في سبيل الله، وقد إيه الناس محرومة الذين فرطوا في الصدقة والذين فرطوا في الصوم. كل هؤلاء محرومون لأنهم لن ينادى عليهم من تلك الأبواب. أما المسلم الصادق، أما المسلم الخاشع التقية، فإنهم إذا اتصفوا بمثل هذه الصفات دعوا ونودي عليهم من تلك الأبواب: إني داع فأمنوا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل أبواب الجنة الثمانية. اللهم اجعلنا من أهل أبواب الجنة الثمانية، اللهم اجعلنا من أهل أبواب الجنة الثمانية. اللهم خذ بنواصينا إلى الجنة يا رب. اجعلنا ينادى علينا من باب الصلاة: هلم أيها المصلي إلى الجنة. يا رب اجعلنا ينادى علينا من باب الصدقة: هلم أيها المتصدق إلى الجنة. يا رب اجعلنا ينادى علينا من باب الجهاد: هلم أيها المجاهد والشهيد إلى الجنة. يا رب اجعلنا ينادى علينا من باب الريان: هلم أيها الصائم إلى الجنة. يا رب اجعلنا كحال أبي بكر طمع في دخوله من هذه الأبواب الثمانية. يا رب أصلح شباب المسلمين واجعلهم بالصحابة مقتدين، واحفظهم من ضلال المضلين، إنك أنت السميع العليم. يا رب في هذه الليالي الفاضلة، في هذه الأيام المباركة، نسألك يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين ويا رب العالمين أن تعتق رقابنا من النار.
يا رب أعتق رقابنا من النار، يا رب أعتق رقابنا من النار، يا رب خذ بنواصينا إلى الفردوس الأعلى، يا رب خذ بنواصينا إلى الفردوس الأعلى. يا رب لا تعذبنا، لا تعاقبنا بسوء أدبنا في حقك، يا رب لا تعذبنا بسوء أدبنا في حقك، يا رب لا تعاقبنا بتقصيرنا في حقك وجنبك، يا رب سامحنا على زللنا وخطئنا، يا رب تجاوز عنا، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، تولنا برحمتك، تولنا برحمتك، اكلأنا بحفظك، ارعنا بعينك التي لا تنام، ارعنا بعينك التي لا تنام. يا رب إلى من تكلنا يا رب؟ إلى نفوسنا المقصرة، إلى نفوسنا الأمارة بالسوء، إلى خطأ وزلل وخسران. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب رفقاء الرسول في الجنة، اجعلنا رفقاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أصلح شباب المسلمين، اجعلهم بالصحابة مقتدين، احفظهم من ضلال المضلين إنك أنت السميع العليم. أصلح فتيات المسلمين، احفظهن من التبرج والسفور، اجعلهن بالصحابيات مقتديات إنك على كل شيء قدير. تقبل منا صومنا، تقبل منا قيامنا، تقبل منا صلاتنا، تقبل منا دعاءنا، إنك ربنا وأنت ربنا الرحمن، وأنت الجواد الكريم، وأنت على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على أبواب الجنة وعرفنا أصحابها وأهلها، نسأل الله جميعا أن نكون منهم، وسننتظر بإذن الله جل وعلا أن نستعد لدخول هذه الجنة بحلقة تؤهلنا وهي التوبة، طريق إلى الجنة. حتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عاشق حورا حسان، أنا عاشق روض الجنان، أنا عاشق حورا